معقول كل ده لسه ما عملتيش ولا ترمس ولا حمص؟ ده انا خلصت الكميه دي كلها وفي اقل من 4 ساعات. عايزه اقولك على السر اللي هيخلي الترمس والحمص معاكي يستووا بسرعه الصاروخ. تابعوا معايا الفيديو للاخر ويلا شجعوني بلايك كتير ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. اشتريت كيلو من الترمس. كيلو من الترمس ده اقل حاجه عندنا، يعني بنخلصه لو قعد معانا يومين يبقى حلو قوي. الترمس فيه منه نوعين، نوع مر ونوع حلو. احنا هنشتري النوع الحلو اللي بيستوي بسرعه، سيبك من المر ده خالص دلوقتي. واشتريت كمان نص كيلو من الحمص والترمس دول انا نقعاهم في ميه سخنه كانت بتغلي لمده 3 ساعات ومغطيه عليهم. اهم حاجه لما تيجي تنقعيهم تبقى الميه السخنه بتغلي يا جماعه، وتسيبيهم 3 ساعات ومتغطي عليهم. بعد كده برفع حلتين على النار بتكون فيهم ميه مغليه، لازم طبعا برضو الميه تكون هنا مغليه. بنزل بكميه الترمس كلها وبضيف عليهم ايه عشان يسرع لي التسويه؟ بضيف عليهم معلقه كبيره من السكر. بس لاحظي معايا كده ان معلقه السكر ديت لكيلو الترمس، يعني لو هتعملي اقل من كده يبقى هتقللي معلقه السكر معانا. وبنسيبه على النار لمده 30 دقيقه بعد ما يغلي، يعني ما تعديش 30 دقيقه من قبل ما يغلي وترفعيه على النار، لا هتعدي ال 30 دقيقه من بعد ما يغلي على طول. بعد كده بنروح للحمص وبنعمل نفس اللي احنا عملناه مع الترمس، بس ما بنضيفش سكر، لان كده كده الحمص ما بياخدش وقت كبير في التسوية. وكمان بنسيب الحمص على النار لمدة 20 دقيقة بس بيبقى معاكي زي الفل. في ناس بتحب الحمص يبقى مستوي زيادة عن اللزوم، فانتوا طبعا هنا هتشوفوا التسوية اخبارها ايه وممكن تزودوا التسوية. برضو الترمس في ناس بتحبه مستوي زيادة عن اللزوم قوي، فممكن تكتروا وقت التسوية. تعالوا اقول لكم على المحلول اللي دايما بيعملوه عربيات الترمس والحمص وبيبقى مميز جدا جدا. 3 كوبايات كبار من المية دي كانت مغلية ومبرداها، يعني مغلية وسبتها لحد لما بردت خالص. بعد كده بضيف عليهم 5 ليمونات و3 معالق كبار من الملح، معلقتين كبار من الكمون ومعلقة كبيرة من الشطة اختياري طبعا. وببتدي ان انا ادوب كل المحلول او المكونات دي مع بعض. لاحظوا معايا ان المية المغلية اللي احنا استخدمناها النهاردة دي اللي هي المغلية وبردت، مش مغلية وسخنة، خلي بالكم، دي بتمنع ان المحلول دوت يبقى لونه ابيض او يعمل ريم بعد كده، يعني بتحافظ لي على ميه الترمس والحمص. بجيب الكميه كلها وبضيفها في برطمانات. ممكن بقى انت هنا تعملي علب تلاجة اللي تحبيه، يعني مش شرط تعملي برطمان زي ما انا بعمل كده، بس انا هنا بحب اضيف الترمس لوحده والحمص لوحده، لان في ناس بتحب ايه ترمس، ناس بتحب حمص ويقعدوا بقى يدوروا فين الترمس وفين الحمص. لا انا بسهلها عليهم. عايزه اقولك على حاجه كمان، من افضل الطرق لحفظ الترمس والحمص لمده شهر كامل ان انت تحفظيه في التلاجة، ما تسيبوش بره التلاجة. طالما سويناه وحطينا له المحلول حطيه بقى في التلاجة، ولما تحبي تاخدي منه بمعلقة لطبق بره خارجي وتقفلي البرطمان تاني او تقفلي العلبة تاني عشان تحافظي عليه لأكبر وقت ممكن. وعايزه اقول لكم كمان كل سنه وانتم طيبين. عاده احنا هنا في مصر بنحب نعمل الترمس والحمص في المناسبات زي شم النسيم، زي عيد الفطر، الاعياد. مش عارفه ليه الحقيقه، بس الترمس والحمص مرتبط معانا بالاعياد والمناسبات. عايزاكم يلا تجربوا بسرعه، هتلحقي ان شاء الله ان انت تعملي اكبر كميه ترمس وحمص معانا النهارده. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك كتير وشير كتير. بستنى دايما كومنتاتكم الحلوه اللي زيكم. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.